ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده يا حلوين، صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين، كل سنة وانتم طيبين كده، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. النهارده بقى يا حلوين هنعمل التوابل بطريقة سهلة جدا، بس بجد هتودي الأكل بتاعك في حتة تانية خالص. انسي أي طريقة توابل جربتيها قبل كده، جربي الطريقة دي، بجد هتودي الأكل بتاعك في حتة تانية. اول حاجه كده مبدئيا معايا نص كوبايه من الكزبره الخشنه، ونص كوبايه من الفلفل الاسود الخشن، ونص كوبايه من الكمون الخشن، وحوالي كده ربع كوبايه من الزعتر، ومعلقتين كبار من الكبابه الصيني، واربع عيدان كده من القرفه الخشب، وحوالي كده معلقتين من الحبهان، واتنين من جوز الطيب، وحبه كده من ورق اللوري. هاخد بقى القرفه كده، هدق عليها دقيقتين كده عشان تنعم معايا، عشان ما تبوظش الكبه معايا وانا بطحن. وعملت برضه جوز الطيب زيها. اخد بقى الكلام الجميل ده واروح فين؟ هطحنه بقى في المطحنه بتاعه الخلاط. شايفين؟ مش قادره اقول لكم الريحه قد ايه اتجنن بجد. بجد افضل طريقه تاخديها للتوابل اللحمه، بجد هتخلي الاكل بتاعك تستوي عالي جدا. بصوا ما شاء الله، من اقل حاجه عملنا كميه كبيره جدا. الكميه دي هتكفيك لشهر رمضان ويمكن اكتر كمان، عشان طبعا احنا بندي في الاكل بتاعنا رشه كده، فهيقعد معاك ان شاء الله. بص انت ممكن تجيبي من كل حاجه ب10 جنيه، او كل حاجه مثلا تمن كده. اه كده توابل اللحمه جاهزه معايا. هاخد بقى منها حوالي كده 3 معالق 4 معالق. هعمل بقى البهارات الفريخ. هنزل بمعلقتين كبار من البابريكا، ومعلقتين كبار توم بودر، ومعلقتين كبار بصل بودر، ومعلقتين كبار من الكركم، ونص معلقه صغيره جنزبيل مطحون. ضيف كده واحده من الماجي، هي كانت عندي لقيتها في الدرج فحطيتها، مش اساسي اصلا. هاخد بقى التوابل بتاعتي الجميله دي وهقلبها كويس جدا. بجد التوابل دي هتودي الاكل بتاعك زي ما قلتلك في حته تانية خالص. وحاجه انت عاملاها على ايدك، التوابل بتاعتك اللي ممكن تطحنيها في البيت ناعمه من بره، هاتيها خشنه وطحنيها في البيت، عشان اللي هي بتبقى عند العطار الناعمه دي ما بتبقاش خام، بيبقوا حاطين عليها حاجات تانية. فهاتي كده، حتى لو كل حاجه ب10 جنيه زي ما قلتلك هتعملي توابل. بجد انا ما بستغناش عن التوابل في البيت. اهم معلقتين الكركم اللي انا هضيفهم. اهم حاجه تقلبي كويس جدا. شايفين لون توابل الفراخ ولون توابل اللحمه؟ بجد احلى توابل ممكن تعمليها. زي ما قلتلك هتخلي الاكل بتاعك تستوي عالي جدا، هتغير طعم اكلك اصلا. اهو كده عملت معاكم توابل اللحمه وتوابل الفراخ. بصوا ما شاء الله كميه كبيره جدا، كده احنا ضاعفنا الكميه. اتمنى بقى لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك الحلو منك والكومنت عشان ارحب بيك، والاشتراك طبعا في القناه. زي ما قلتلك الماجي مش اساسي، هي كانت عندي فضفتها. عملت لكم قلب كده، بحبكم في الله. تعالوا بقى نعمل الملح المبهر. اول حاجه بقى كده عباره عن ايه الملح المبهر ده؟ هحط كده ملح وشطه وكمون، والطبق التاني ملح وشطه وفلفل اسود، وممكن كمان تزودي الملح كمان. هضيف بقى 3 معالق من الملح، عليهم معلقتين من الكمون ورشه من الشطه،
والطبق التاني 3 معالق كبار من الملح ومعلقتين من الفلفل الاسود ورشة من الشطة. الملح ده بيبقى سهل معاكي كده بدل ما لسه تفتحي بطرمان بقى الكمون وبطرمان الفلفل والملح والشطة، ده بيبقى سهل عليكي كده. يعني لو بتحضري سحور كده، بيض مثلا فول، هتاخدي الملح المبهر اللي هو بالكمون اهو زي ما انتم شايفين كده. بجد حاجات سهلة وهتوفر عليكي كتير جدا. اتمنى بقى تجربوا التوابل بنفس طريقتي، ولو عجبتكم الطريقة بتاعتي ما تنسوني بقى في اللايك والشير وسبسكرايب.